الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما صبح صباح وأصفر. الله أكبر ما صام صائم وأفطر. الله أكبر. الله أكبر ما قام قائم وسجد لله وكبر. الله أكبر ما تاب تائب واستغفر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. تكبيرات أمرنا الله جل وعلا أن نكبره تكبيرا لتكبروا الله على ما هداكم ولتظهروا نعمة الشكر التي أنعم الله عليكم بها ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشكر النعمة أن يداوم العبد على طاعة الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يرتقي، من أراد أن يعلو وأن يسمو وأن يكون خفاقا بإيمانه في السماء فليصل في صيامه وليصل في قيامه وليصل في عبادته. النبي صلى الله عليه وسلم كان عبادته ديمة، أي كان يداوم عليها ولو كانت قليلة. كان يصل في عبادته، لم يصل ولم يعبد الله فقط في رمضان، ولكن كان يعبد الله في رمضان وغير رمضان. هذا من إظهار نعمة الله. فمن شعائر الإسلام أن تكبر الله تبارك وتعالى وتظهر نعمته عليك بمداومة الطاعة، أي اجعلوا أنفسكم على ذكر وطاعة حتى تلقوا ربكم وهو راض عنكم. صم كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. فرب رمضان هو رب الشهور والأيام. انطوت الأيام ومضت. بالأمس القريب كنا نستقبل رمضان، وبين لحظات وأخرى ودعنا رمضان. رحل رمضان واستودعناه بما عملنا من عمل خالصا لوجهه الكريم، نترجاه أن يقبله، ندعوه أن يقبله. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلون هم العمل، لكن كانوا يحزنون على فراق رمضان بما قدموه فيه من عمل خشية ألا يقبل منه. يعلون هم قبول العمل. اعملوا وديموا على أعمالكم الصالحة. صوموا كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. 6 من شوال، 2 وخميس، 3 أيام من كل شهر على قدر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. للصائم فرحتان يفرحهما كما قال ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف. فرحة يفرحها إما عند فطره في آخر اليوم أن أتم الله عليه يوما، وفرحة أن أتم عليه شهر رمضان يوم عيده، يوم فرحته أن أحياه الله وأعطاه الصحة والقدرة أن أكمل عليه نعمة رمضان وهو حي، يستقبله يوم القيامة فرحة عند ربه حينما يلقاه يشرح له الصيام، حينما يلقاه يدخل من باب الريان، حينما يلقاه يكون الله عنه وعليه راض بما قدم من عمل. الإنسان يحتاج إلى حسنة تنور قبره، تسهل موته، تنور حياته، تنور مستقبله يوم القيامة، ويسعى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بما قدموه من عمل الله تبارك وتعالى. في هذا اليوم العظيم وصانا النبي صلى الله عليه وسلم النصر الأرحام، النصر الأمارة، النصر وأن نواصل في طاعتنا وعبادتنا. من سره أن ينسى الله له في أسره ويبارك الله في رزقه. اللي عاوز عمره يطول، اللي عاوز ربنا يبارك رزقه وأولاده وماله،
فليصل رحمه أي أقاربه وجاره. الجار ذو القربى والجار الجنب والصحب الجنب بعد القربى لك فيهم أجر عظيم، وصانا ربنا جل وعلا بذلك. يا شباب يا من استطاع أن يصلي رمضان وأن يصوم تمسكوا وديموا على هذا العمل حتى ينجيكم الله من فتن الدنيا، من أصحاب السوء. من كان فتح الله قلبه وصدره وشرحه للدين والإيمان فليثبت على ذلك، فليطلب من الله الثبات. من كان امتنع عن التدخين في رمضان يدعو الله أن يثبته وأن يمنع عنه ذلك، طالبا من الله الرجاء أن يختم له بخاتمة السعادة. وأقول أيضا إياكم ثم إياكم وتحذير للنساء، يحرم زيارة القبور يوم العيد للرجال والنساء. نساؤكم معلقة في رقابكم، من أرادت أن تزور فلنعها، قلها أنت مسؤولة أمام الله جل وعلا. يحرم الزيارة يوم العيد لأنه يوم شعائر الدين، يوم فرحة، قل بذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. ليس يوم تذكر الآخرة وليس يوم حزن، زوروها في أيام غير العيد وادعوا بما استطعتم وقدموا لله صدقات للموتى ودعاء يصل وأنت في مكانك كما روى النبي صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له ولو لم يكن له ولد فكل مولود هو ولد دعا للميت يصل إليه. هذا اليوم يوم الجائزة، يوم النعمة، فاستخدموه في طاعة الله. إذا كان برد فزوروه وواسوه واجبروا بخاطرهم على قدر ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه ويغفر لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والحبيب المختار. تقربوا إلى الله جل وعلا بالتلاوة في غير رمضان. إياكم وترك القرآن. من لم يستطع أن يقرأ فليسمع من إذاعة القرآن، من لم يستطع أن يقرأ فليسمع، ومن لم يستطع أن يسمع فليشغل القرآن في بيته فهو بركة حتى لا يشكيك رب العزة جل وعلا إلى المولى سبحانه وتعالى. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومنا وكلنا إلا من رحم الله هجر القرآن، هجر تلاوة، هجر سماع، هجر عمل، هجر خشوع، هجر تدبر، كل على حاله. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، وكنت أنا من أول المقصرين في تدبير القرآن الكريم، لا عيب في ذلك، لسنا معصومون، ولكن العاقل من ثبت وتقرب إلى الله جل وعلا وسأل الله الثبات وسأله الدعاء. عليكم بالدعاء والذكر. من كان مشغولا في عمله وفي الدنيا قال العلماء فليشغل نفسه بذكر الله، يستغفر وهو ماشي، يستغفر وهو في الحق، يستغفر وهو في زرعه وهو في بيته وفي عمله وفي حراسته، يدعو الله ويستغفر دائما. أفضل شيء سئل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يزال لسانك رطبا بذكر الله. اللهم رطب قلوبنا بذكرك، اللهم رطب قلوبنا بذكرك، اللهم احينا على ذكرك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا عليه دائمين. اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اهد لنا أولادنا، اللهم اصلح لنا أولادنا وأزواجنا وبناتنا، اللهم استرهم يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين واستر نساء المسلمين وعف بنات المسلمين أجمعين. اللهم يا رب العالمين اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب. كل من حضر القيام وداوم في الصيام وعبد الله حق العبادة فلا تخرجه يا رب من شهر رمضان إلا بعتق من النيران وبرحمة وغفران يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم شهر القدر يا رب. استلم منا شهر رمضان خالصا لوجهك الكريم، اجعل لنا فيه النصيب الوفير من العتق والرحمة والغفران وغفران الذنوب من تقدم منا يا رب العالمين. انصر الإسلام وعز المسلمين، اهلك الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، عليك باليهود ومن عاونهم ومن ساندهم، اجعل الدائرة عليهم يا أكرم الأكرمين يا جبار. لا ترفع لهم راية، اجعلهم عبرة وآية.
اللهم احفظنا في بلادنا، احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن، اصلح ذات بيننا، الف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام. نعوذ بك يا رب من الامراض والاسقام والاوجاع، يا رب نعوذ بك من موتة الفجاع. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، نسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله سلام الله عليكم أجمعين، وصلوا على سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب تقبل.